يا ساتر يلا. عامل ايه يا اخويا؟ اتمنى تكون بخير. انا الحلقه دي خفيفه على قلبي جدا. ليه يا ترى؟ عشان هتكلم عن افضل روايه في تاريخ الروايات المصريه. هي الصراحه مش من افضل 100 روايه عربيه في جود ريدز، بس هي في عيني يا جدع، يعني انا مقدرها افضل روايه. فالحلقه دي مش تلخيص، الحلقه دي كلام وغزل في روايه نحن لا نزرع الشوك. اولا، الروايه المترشمه دي بتحكي عن ايه المميز فيها يعني؟ اقول لك اخويا الاول ملخص الروايه. اول حاجه البطل عندنا واحده اسمها سيده. هتسال ليه؟ عشان الكاتب اللي هو يوسف السباعي من السيده زينب برضو. فالمهم سيده دي والسيده دي، فاهم؟ ها اوعى. المهم، فالسيده دي بقى ايه؟ ابوها مات. تقول لي وفيها ايه؟ ما انا ابويا ميت. ما هقول لك يا ابن العسليه ان السبعه لوحدها، امها ميته وهي كانت عندها جوز اب، بتتحسب جوز اب، مش فاول. ماشي. فراحت عند ايه؟ صاحب ابوها ومراته. فسمعت واحد من الجماهير العريضة بيقول طب بتحبها ليه؟ قول له سؤال جميل، تعال نجاوب عليه. أول حاجة، كمال الحكاية. الكاتب يوسف السباعي قلب أخوك جامد فشخ، لا فشخ فشخ. طب ليه؟ أقول لك. بس تعالى أقول لك حاجة من رأيي، وأنا كاتب كبير يعني، فالحاجة دي بالنسبة لي أهم حاجة في كتابة الرواية، ألا والتي هي إن يكون الشيء ده أو الحدوتة دي relative. يعني إيه الكلام اللي بالإنجليزي ده بقى؟ هقول لك أخويا، معنى إنه يكون relative ببساطة إنك تقدر ببساطة انك تقدر تربط الحكاية بالحياة بتاعتك او بالحياة اللي بتشوفها. ببساطة يبقى شبه اللي انت عايشه، تقعد تقول ايه ده، والله ده حقيقي جدا. فكلمة حقيقي اللي انت بتقولها دي بتيجي من انك تكون ملنك، ما تفهمنيش غلط، ملنك مع الحدوتة. وده شيء برع فيه كاتبنا الاسطورة طبعا يوسف السباعي. اداك حدوتة تدخل قلبك، اداك حدوتة فعلا تصدقها، واداك حدوتة من كتر ما انت حاسس انها حقيقيه انك بتتعاطف مع البطل. ببساطه اداك واحده يتيمه الدنيا عماله تضرب فيها يمين وشمال، فاللي يا جدع ميتين الجمدان بجد. ده ياخدنا لجزء تاني له علاقه بالحدوته. جمدان اسم الروايه يا جدعان، نحن لا نزرع الشوك. انا مش بحب الحناكه بتاعت الكتاب او بتوع السينما لما يقولك اصل انا كنت كاتب كذا وده معناه بز رجلك بالزين مش ببز واحد وكده. لكن بجد اسم الرواية جامد فشخ، والذي هو نحن لا نزرع الشوك. مش احنا اللي بنعمل الشوك، مش احنا اللي كنا السبب في كل ده، لا احنا ببساطة بنتأذي من ناس تانية زرع الشوك. من على الميتين الجمدان يا جدع، انا عيوني بتطلع قلوب والله. تاني حاجة، يا عيني على جمال السرد. بمناسبة يا عيني، انا عندي نكتة الصراحة. بيقولك مرة ايمن الكاشف كان بيتخانق، فاتضرب في عينه، خرج من الخناقة وقال يا عيني يا عيني يا عيني. لا مؤاخذة، متعملش ديسلايك. ماشي. المهم، فجمال السرد بالنسبة للرواية، السرد في الرواية بمنظور شخص تالت. يعني ايه؟ بص، لعبت جاتا انت قبل كده اكيد. هي زي جاتا كده، انت بتشوف الشخصية وهي بتتحرك، فوانت شايفها بتحكي. ده بيؤدي لايه بقى؟ بما انك يا خربوش كاتب قد الدنيا، بيؤدي الى شمولية في الصورة، بيخليك ببساطة شايف كل حاجة. ببساطة الكاتب بيقولك كل حاجة عن حياتها، ده بعكس المنظور الأول اللي هو بيخليك بتتكلم بلسان الشخصية، فأنت بتعرف اللي بعرفه الشخصية بس. فالرواية محكية بمنظور شخص تالت، ده بيديك إنك تتعاطف مع السيدة، وبرضه بتخليك تقول اللي هو ليه يا ولاد بقول لكم عليها. فشابوه لجمال سرد وجمال كلمات يوسف السباعي. تالت حاجة، تطور شخصية سيدة. أولا، إزاي بدأت شخصية سيدة وإزاي انتهت؟ بدأت شخصية سيدة بنت بسيطة بريئة بل طيبة، أبوها مات، فبتحصل يعني. فمن اللحظة دي حصل الخدش الأول في البراءة، والذي هو عيشتها مع عيشتها مع يا ديني، عيشتها مع أم عباس. مين دي؟ دي مرات صاحب أبوها، يعني أبوها كان عنده صاحب، دي مراته. مش عارف ليه بشرح مع إنها واضحة. المهم، دي مرات صاحب أبوها، بس معاها مين؟ ابنها عباس. فهوب راحت تعيش معاها، لان ايه؟ ابوها كان موصي صاحبه ان هو لو حصل له حاجه تروح تعيش معاه. فراحت تعيش معاه، فكانت معامله بنت صارمه عايشه كخدامه. هنا اعزائي المشاهدين بتتصور الاحداث زي اي بنت بتعدي مرحله البلوغ او بتروح لمرحله البلوغ، بيظهر لها حاجات زي حبوب الشباب طبعا يعني، فاهم؟ المهم غارت ام عباس وخافت على ابنها يمكن تغويه، فزي اي واد مراهق برضه يعشق حبوب الشباب. ماشي. فعباس هنا كان المفك اللي اتضرب في البراءة،
واخد بالك انت ازاي؟ ودي مش قصدي حاجه بيه والله. طب برضه عمل ايه؟ يا عم افهم انت بقى، بقولك بيحب حبوب الشباب، وهي كانت بتوافق عشان عايزه فلوس، واقنعها انه بيحبها. في حاجه تانية عملها عباس، انه علمها ازاي تسرق. ففي مره من المرات وهي بتسرق، كانت عند بقال بتحاول ايه، تقول له انا اديتك الفلوس، انت اللي بس اللي ما خدتش بالك. فيديها البضاعه من غير فلوس. فايه هوب، المره الاولى تسلم، التانية ما تسلمش. فايه اتقفشت انها حراميه. فجه المخلص حمدي ايها الساده، لا ده اسمه حمدي. فسيدة يا قلب اخوك، قبل ما اكمل تحذير، كل الحلقه دي من ذاكرتي، من اخر مره قريت الروايه، فلو في غلطات عديها لي، مش قرآن يعني. المهم تسألني كالعادة ليه بتقول على حمد المخلص؟ هقول لك لأنه سيدة بتسرق هوب اتقفشت زي ما أنا قلت. طبعا أنت عارف لما حرامي بيتقفش بيحصل له إيه؟ فاتوا الحكومة وبتاع، هوب ظهر حمدي، قال له ببساطة بضاعتك عندك، كل حاجة معاك. طبعا بيقول للبقال هي مش معاها أي حاجة، وبالفعل أنقذها الأستاذ حمدي وخدها لأمه، لأن أمه كانت عايزة حد يساعدها في البيت. وهنا حمدي انقذها مرتين، مرة من الحبس، والمرة اللي انت مش واخد بالك منها انقذها من ام عباس وابنها، من كل الحاجات اللي كانوا بيعملوها له. ومن هنا بدأت السيدة تحس انها بتتعامل كويس بدون ضرب، بدون اهانة. بدأت تحس بحاجة غريبة اول مرة تحس بيها، حست بالحب. ايه ده يا جدع، يخرب بيت جمال السكريبت، الاسطورة اللي كاتبه لو انا. المهم فبدأت تحب حمدي، ولكن للأسف كما قال العظيم دوستويفسكي الظروف خلت، الصحاب قلت، دي كانت ناشفة وعلى ايدي اتبلت. فللأسف حمدي كان بيحب بنت الجيران. فأنا بجد وأنا بقرا الرواية بجد من كتر ما هي حقيقية، زي ما قلت حكاية الريلاتيف بيطلع، شوف بنقول الإنجليزي دلوقتي، زي ما قلت من كتر ما هي جميلة السرد، زي ما قلت برضو أنا كنت بسب الحمد اللي هو يا ابني يعمى دي قدامك. فبجد شابوه لجمدان يوسف السباعي إنه خلق رواية حقيقية فعلا. ولكن هل الحياة عادلة يا صديقي؟ هل الحياة هتدينا زي ما احنا عايزين؟ هل هتدينا الحب مش احنا بنحب؟ هل الحياة هتستمر في الرخاء ده مع سيدة ولا لأ؟ فده هنجاوب عليه في الجزء التاني. ايوه انا قررت دلوقتي ان الحلقة دي هتبقى على جزئين، يعني هي منود في دماغي دلوقتي والله وانا بكتب السكريبت وبسجل. فالجزء التاني هنجاوب على اسئلة اللي طرحناها. فلو انت قاري الرواية اكيد هتعرف الاجابة على الاسئلة اللي انا سألتها، ولو مش قاري انصحك بقرايتها. اتمنى تكون حمستك نوعا ما انك تقراها. وبس كده يا عم، كان معاك اخوك الخربوش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.